ازيكم؟ يلا في دقيقة هنطير لأسبانيا، بالتحديد في قرية كاستريلو دي موريسا. طب هو إيه اللي بيحصل هناك؟ بيتعمل مهرجان فريد من نوعه اسمه مهرجان كولاكو، وهو القفز على الأطفال حديثي الولادة. وفيه بيلبس الرجال زي الشيطان، وهو بدلة لونها أصفر في أحمر، والأطفال الرضع بيترصوا على الأرض بانتظام. والناحية التانية بيقف رجال أتقياء صالحين بيعلنوا إشارة بدء القفزة، وبالفعل بينط الرجال على الأطفال زي نط الحواجز تمام، وهم بيسخروا من الناس اللي واقفة، معتقدين إن النطة دي بتطرد الشياطين من حياة الأطفال، وبالتالي هتكون حياتهم خالية من الذنوب والأمراض والشر. وبعد انتهاء التقليد ده بيرموا الورد على الأطفال إعلاناً بانتهاء المهرجان. التقليد ده بدأ من القرن ال17، بالتحديد عام 1620، وهو عيد من أعياد القربان الكاثوليكي. تفتكروا إن برغم استمرارها في العصر الحديث هتكون النطة دي فعلاً إنقاذ لحياة أطفالهم من الشر؟ ولا هي مجرد خرافة بس